نادي الزمالك يا جماعه، بقول لكم بس حاجات كواليس مش اي حد يعرفها. في رغبه من مجلس الاداره في عدم التجديد للكابتن حلمي طولان. هم بيقولوا ان الكابتن حلمي طولان بعد ما خد كاس مصر كانه خد كاس العالم، وانه تغير تماما، وان هو ابتدى بيحس بان هو عمل انجاز كبير، وابتدى يعني يتعامل بنوع من يعني هم كما يقولون. يعني في نفس الوقت احمد مرتضى منصور وهاني زاده اتكلموا مع حسام حسن عشان يجي. كمان كابتن ايمن يونس قعد مع كابتن حلمي طولان، وكان كابتن حلمي طولان مع اتفاق ممدوح عباس انه ياخد 150,000 جنيه بعد خصم الضرايب، يبقوا 120 حاجه زي كده من هذا القبيل. فكابتن ايمن قعد معاه، اتفق ان هو ياخد 100، اتكتبت ان هو موافق على 75، لكن الحقيقه ان هو الموضوع ان هو 100,000 بعد خصم الضرايب بس، هياخد دلوقتي 70 ويأجل ال 30 بعدين لاخر نهايه السنه، يبقى ياخدهم اما تيجي فلوس. بكره مجلس الاداره هيجتمع او هيتكلموا في الموضوع دوت، هل موافقين على ما وصل اليه ايمن يونس ولا لا. جمال العدل او العدل جروب، مدحت العدل جمال العدل، كان دفعوا جزء من الفلوس على ما اعتقد لمحمد عبد الشافي وحازم امام عشان يجدد، وهم في طريقهم ان هم يعملوا قناه نادي الزمالك. ومفيش ومفيش رغبه من برضو العدل جروب ان هم قريبين جدا من ايمن يونس في تكمله حلمي طولان للمشوار. وفي كلام ان الايام اللي جايه هيتم رفض ما وصل اليه ايمن يونس، وان هم برضو هياكدوا على تخفيض المبلغ، كأن البعض عايز يزهق كابتن حلمي طولان، وكأن كابتن حلمي طولان مش عايز يتنازل، وفي رغبه في رحيل كابتن حلمي طولان والجهاز الفني. دي المعلومات اللي جايه لي. كمال درويش متحفظ نوعا ما، وكمال درويش متحفظ نوعا ما على حسام حسن، رغم ان الكابتن دكتور كمال درويش في فيتو، في جريده فيتو او مجله فيتو وعلى موقع فيتو، كتب قبل نهائي كاس مصر ان حسام حسن هو رجل المرحله. ده على لسان دكتور كمال في طبعا احد احاديثه الصحفيه. دي الكواليس اللي بتحصل يا جماعه جوه نادي الزمالك. هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل، هل كابتن حلمي هيكمل، هل كابتن حلمي مش هيكمل، الله اعلم. لكن الدوري اتاجل اسبوع، وهيبتدي في اول اسبوع من ديسمبر زي ما انا قلت لكم. لغايه ما يبتدي الدوري، هل ممكن يكون هناك تغيير في الجهاز الفني ام سيبقى كابتن حلمي طولان؟ كابتن دكتور كمال درويش قال كابتن حلمي طولان مكمل معانا على الاقل سنه، او على الاقل نهايه الدوري اللي هيكون في شهر 6 او شهر 7 قبل رمضان.